واحد من جيل اصحابنا واعتبرنا الناس هنا واطلبنا احنا كلنا مؤمنين بعض وهذا نبيكم يعتبر جيتم بالوفاء والكفاء بيض الله وجيهكم ما استشعرتم به. الشيخ رياض هو يعني احد ابناء اوساط وانتم ما قصرتوا وابناء اوساط ان شاء الله ما حد حيقصر معه باذن الله، ما حد حيقصر معه. ومجيئكم هذا مجيء له في اثر في نفس الرياض كانكم ملكوا الدنيا وما فيها، واثر في نفوس ابناء اوساط جميعا. هذا واجب وما خرجوا به الناس من ما قدم عليه الشيخ رياض، خرج بموقف وقدم بموقف مسبب ولا يمكن ان احد يتجاهل موقفه الا ما كان الانسان ما يعرف لا اصول ولا قيم ولا مبادئ. قدم في موقف الاعتاق رقبه على ما دخل في الوجيه وقدم وباع سيارات من البدايه يا شيخ. بعض الناس ما قدروا يداري اشياء حصل الاشياء بنطلبكم علم وخبر، خصوا لنا يا صاحبي عن قضيه صاحبنا رياض بصفتكم المطلعين والمحتكين بالقضيه، واحنا جينا بموجب استدعاء من الشيخ محمد الحيي تمام، ويعني وحضرنا الجميع لاجل الاستماع والاطلاع. وانتم ما شاء الله نقول عندكم رجال جياد وكلامكم زين ونافع، ونحب ان احنا نسمع التفاصيل منكم لكي يسمعوا الجميع وسلامتكم. الله يسلمك وعلى وسهلا بكم. وبالنسبه لما قام به الشيخ رياض انا قلت لك شوف هي قضيه هذا حق اكرم عبد الرزاق اكرم العياشي، قضيه يعني قتل بالخطا. نعم. ودخلوا في يعني على طريق الدوله والمحاكم، وبعدين جو هؤلاء بيت العياشي للشيخ حق مشايخ وساط وقالوا له اقدم على اساس الناس يتحكموا، وما حكموا به احنا سليم. قدم في الموقف وبعدين حصلت هناك احتكاكات وخلافات فيما بينهم. المهم اصحاب اولياء الدم تحكموا، والشيخ الذي قدم في الموقف ما كان بالتفاصيل مثلا انهم متفقين على انهم يخرجوا في الموقف على اكمل وجه، كان بقصور من طرف. عرفت ولا لا؟ الله. فكان الشيخ رياض هذا في اخر الشيء هو ما قدم من البدايه. جو له مشايخ من وساط ومنهم على العميد عبد الله غالب الكبودي والشيخ محمد صالح الناحيه ومدير عام المديريه مجاهد المصنف، ومقدرين ومعترفين بهذا الكلام. قالوا له يا رياض اقدم على اساس تحصل لنا على التنازل، وعندما تدي لنا التنازل بمبالغ عند الشيخ فلان وفلان تدي لنا التنازل واحنا ندي ما هو من مخاسيلك ما هو من كذا، وندي لك الزلط نخرجها من اصحابنا. تمام. ما يضمن من الموقف. قالوا الموقف فيه وجيه. قال لهم ابشروا. قدم باع من معرض السيارات، طبعا ما هوش المعرض حقه، عامل في معرض السيارات. باع سيارات ووفى وكفى وسار وحصل على التنازل. وصل عندهم قال لهم هذا التنازل ادونا الزلط ما تمينا عليه. قالوا صبرت اسبوع، ومن اسبوع الى اسبوع يجلس سنه ونصف وهو يعني مطاوله. ايوه. الان احتبس، قام رفعوا عليه دعوه. عليهم اصحاب المديونيه. الديون رفعوا عليه دعوه ما يعرفوا الا هو. ما يعرفوا الا هو. الله. واحتبس على 3 أشهر في محكمه همدان. وهذا الموضوع كل ما فيه. صرت انا عند الشيخ رياض وزرته المره الاولى والمره الثانيه، استمعت منه ما هو موضوعك ما هو كذا. قلت له ادري ما هو في ايدك، ما هو اللي قدمته من المشايخ الذي جولا عندك فليش موصفه، ما هو اللي قدمته، ما هو من مخاسر لك، ما هو اللي خرجت يعني ما هو اللي انت خسران فيه. طلع عليه كشف قال هذا مخاسري، في مخاسر في مبيعات وفي كذا وفي كذا، حتى حصلت على التنازل. قلنا خلاص الحين احنا نرجع نتوجه صار اصحابنا مشايخ وصب الذي صار عنده، طرح عليهم الموضوع، كلمناهم قالوا احنا به لجنه مكلفه من قبل المحافظ على اساس انه يرفعوا تقارير من هو المتلاعب في القضيه. قاموا فعلوا اوامر بالمشايخ الذي كانت المبالغ عندهم، وهو يقدم في خلافات مع اولياء مع اسره المجني الجاني مع المشايخ. يعني كانوا يعني زي ما تقول تراكمات، جهاز فوق جهاز.
ولا المفروض الموضوع الاساسي والكذا هو عقد رقبه لله سبحانه وتعالى، لا فيها ارباح ولا فيها تجاره. وما حددوها القبائل من مقاصد من سيره من جايه، الناس تعرفها وتقيمها. يجمعوا موقف واحد. الشيخ الذي قدم في البدايه وحكم هذا موقفه ثابت بيض الله وجهه، والشيخ رياض الحي الذي جاء وخرج التنازل وتابع في الاخير بمقابل وجهه بيض الله وجهه. اجمعونا على موقف واحد واستخلصونا. شوفوا من الذي خسر، حملوا مخاسره وخرجوا التنازل وخرجوا السجين نفسه. السجين نفسه الاول لا زال محبوس في السجن. اللي هو الجاني لا زال محبوس على ذمة الزوج. وهذا علمي وسلامة. وانت تسلم الله ما نعلم. حياكم الله. حياكم الله يا رجال. الله جاوبوا عليك فصوله. جاوبوا عليك. ها؟ عبد الشيخ محمد. صلينا على رسول الله. الشيخ رياض واحد منا. من لحمنا ودمنا. وفي البداية هو ربع وصاع واخوهم. الله. هو حسب ونسب. الله. ما هم طالبنا. احنا شيء واحد نلتحم احنا اخوات. ولحم ودم وصابين بشكل عام. الله. رياض الحي اللي دخل فيها الموقف هذا موقف مشرف. يشهد الله ان فخر بن الحي كافر. وصابين عام. وما حد بيطمر لمثل هذا القضيه الذي جاء العظماء. ولا حد ينسى هذا الموقف. واحنا يا اهل وصاب من عندهم، هم اهل المبادئ واهل الوقفات واهل الخير واهل الكرم من سابق زمان جيلا بعد جيل. ما نقول فيهم اي نقصان. رياض الحي احنا في صفه واحنا معه. نحتاج الرجال في من 100 لل1000 موجودين، ونحتاج لنا بندبر المال لو نبيع من لحمتهم. وما بنفك اي واحد مبروك سواء من حبنا الحي او من غيرنا الحي. وان كان ظالم بان بده الله صوابه واهله وربعه فيجلوا ويحطوا عليه. الله وعلمي وسلامتكم. تسلمكم بيض الله وجهكم. ما عليكم زود، وهذا مبادئ وشيم وليس بغريبه على ابناء بني جبر وخولان بشكل عام والقبائل اليمن بشكل عام. المهم هذا الموضوع انتم وصلتوا بيض الله وجهكم. احنا نتواصل ونطرح الموضوع بشكل عام على هم الذي هم اساس اصحاب العنيه مشايخ وصار. صلينا على رسول الله. صلينا على رسول الله. كان بها احداث رياض الحي وكاتبوا عليه في هذا المظلوميه وصلوه الى هذا الحال. ها؟ بالسهل احنا بنتكاتب يا خلق الله وصابين من عندهم. بنتكاتب ونخرج رياض الحي وبعد لنا محسب. صلينا على رسول الله. ما عليك. اما بالنسبه للشيخ رياض بيض الله وجهه قدم الله يعلم الارض والسماء. ونعم فيك. هذا موقف يعني بيشهد له التاريخيه. انتم في المقدمه. الله انتم في المقدمه وقدمنا لكم في الموقف بحسب القرابه والصله. واحنا بجانبكم. واحنا بجانبكم وشدوا حزم. لكن الكلام والذاب وقد لكم الموقف عليكم. انه هؤلاء اصحابكم القراب. واحنا كلنا اخوه واصحاب. احنا وانتم في يد نعم هذا من وصاب والحل هو واحد. الله. واحنا بنبدي على صاحبنا الشيخ جمال مع اهل العنيه. أهل العنية من هم؟ فصلة الجاني. إلا أنه حصل يعني هاتها أشبه ماكو احتكاكات. نعم فقط كل الناس كلهم في قضايا هذه تسعة أصحاب الخير كل واحد من قبل ومن قدم يجي يسلم عند بيض الله وجهه. خلوا بيض الله وجهه موقفه لله عند الناس الجميع. لكن بس إذا به واحد في قلبه لا ولا الناس على ما قلت أنت يبدوا عليه ويشوفوا الأمور وذا والناس كلهم دعاة خير. نعم. وبيض الله وجه الجميع. بيض الله وجهكم وجهكم. ولنا عام محمد والد الذي قد دخل في الموقف بيض الله وجههم سواء سابق ولا لاحق والمسعى هو مسعى واحد والطلب هو طلب الناس الجميع وانشرح صاحبنا قفش من فوق الناس. احنا المنشو من ان احنا نفعل جمال وخبرته وثقته وينهم صليت مع النبي وان كان من مبلغ فما خشد والرجال في القمر هكذا بإذن احنا ما نقول ما يرجع سواء انتم ولا احنا وعندنا الرجال وخرجنا. لكن بالاساس انتم تقولون الان الرجال خرج التنازل والرجال ما زال محبوس الذي هو السبب
الموقف دخلت الشيخ رياض من اجله، ما دخل الشيخ رياض في الموقف هذا الا من اجل الرجال. الان التنازل قد معهم. ايش المشكله دي ناقد اخرجوه من اجلها؟ التنازل موضوع تنازل موضوع المحكمة لحتى التنازل المحكمة بتقول للشيخ رياض اعرض لنا التنازل واخرج الجاني. صلينا على محمد. رياض قال لو ما يفوني ما التزموا به. تمام هذا هو هذا هو الشيخ رياض مع حق. مطلب هذا هو الكلام السلمي. الشيخ رياض راقد عرض التنازل وخرج الآدمي والعدل إلى حق. العدل الى حق. صلينا على محمد باله كلامه مطلب واضح ومطلب حق. دليل وطالب يطلبه، لكن الان احنا فيه الخبله ذي شالوا يطلبوه يدعوه وكنا على الله لا عندهم. صلينا على محمد باله نشوف ونسمع منهم، واول قبل ما نشرح اصليهم نسمع من صاحبنا وتبينوا واسمعوا منا الكلام بالتفصيل. تمام ما نشرح اصل الناس هؤلاء سواء شرحتوا لحالكم من شرحنا احنا عونكم والموقف ولا التمييه لكم، لكن احنا عونكم. بارك الله فيكم. الان الاهم ما في الامر انكم تسمعوا من صاحبنا اللي هو رياض الشيخ رياض يوصلوا منها الموقف، منهم الذي مصداقية ومنهم الذي كفوا ومنهم الذي يعني ضمنوا له في حقه فيما قدمه من اجل اخراج التنازل. توكلنا على الله اصلا يعني نشرح اصل الناس اللي وقد احنا متبين من صاحبنا وذلك نتقابل معهم عندنا وسلامك. طيب. عندك يا محمد.